نتكلم على رحيل كابرال. الجمهور كله كان متوقع كده، كنا بنتمنى كده وكان طالب محمد مساحي رحيل كابرال، بس كابتن محمد عامر ده وقته ان شاء الله يحقق الفريق اللي الجمهور بيتمناه. وانا بحيي كابتن ابراهيم سعيد انه قال اللي بيتوقع ان الاتحاد ينزل يبقى مختل عقليا. ان شاء الله كابتن ابراهيم سعيد يستمر، وعايزينك ان شاء الله تحقق الجمهور كله عشان احنا خلاص الجمهور فاض بيه، وان شاء الله الاتحاد نادي عظيم، جمهور كتير واسكندريه كلها بتشجع الاتحاد. المفروض نعمل حاجه الناس الجمهور كله يساند الفريق الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن كابرال عمل اللي عليه، واحنا نقول له احنا مشاكلين منك. دلوقتي جالنا كابتن محمد عامر، شخصيه محترمه وراجل عارف ربنا، وربنا يصلح حاله وهنكسبها ان شاء الله. وانا بقول للعيبه شدوا حيلكم شويه، عشان احنا خلاص احنا كده تعبنا وانتوا لابسين في ليله نادي الاتحاد السكندري، ثالث نادي بعد الاهلي والزمالك. احنا شعبيه كبيره، شعبيه صغيره، وانا بقول لكم ربنا معاكم ويوفقكم وان شاء الله، واحنا معاكم ان شاء الله من يوم الخميس اللي جاي. بقول لكابتن محمد عامر كل الجمهور هيستمر استمرار كامل، انتوا والجهاز الفني واللعيبه كلها، وربنا معاكم ان شاء الله. طبعا بالنسبه لرحيل كابرال طبعا قرار صائب، كان لازم يرحل يعني في ظل النتائج السيئه اللي عملها. وبالنسبه للجهاز المعاون للكابتن محمد عامر طبعا جهاز محل، لان هم اولاد النادي وهم داعمين الفرقه. يعني ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ويوفق الكابتن محمد عامر والجهاز وتحسن النتائج ان شاء الله. يعني بوظ الفريق من ساعه ما جه، ما ينفعش الاداء كله شويه ما بيتغيرش. بيلعب سواء 2-4 كلها غلط، الدفاع كله بايظ، نقول مره 3 مره 6 زي ما هو كان شايف حتى في الاول. محمد عامر ربنا يوفقه ان شاء الله، ويكون فاكر علينا ان شاء الله وعلى الفريق ان شاء الله. ربنا يسهل على ماتش الاسماعيلي، عندنا ماتش الاسماعيلي وعندنا الزمالك وعندنا الاهلي. ربنا بقى حتى يعني اقل حاجه نروح حتى 5 نقط من الماتشين دول ولا حاجه. يعني